بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. درس اليوم هيكون بيتكلم عن ازاي نعمل غلاف لمدونه بلوجر وعرض المدونه كلها وبالحجم اللي انت بتختاره. بسم الله الرحمن الرحيم. بدون تصميم الى برنامج الفوتوشوب او اي برنامج لتصميم الغلاف، وكل اللي هنحتاجه المدونه اللي احنا هنعمل عليها الشرح او المدونه بتاعتك اللي انت هتطبق عليها الغلاف، والموقع اللي معانا النهارده ان شاء الله اللي هو بيصغر ويكبر حجم الصورة. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا هنروح على الرابط اللي سيبوك اسفل الفيديو ان شاء الله، ناخده نسخ، ناخده كوبي عفوا، ونروح للمتصفح، نفتح صفحة جديدة، زي ما انتم شايفين اهو فتح لنا الموقع الموقع قدامنا اهو. نروح نفتح صفحة جديدة ونتكها جوه ونجيب جوجل زي ما انتم شايفين اهو، جوجل صور مش جوجل العادي، ماشي، جوجل صور اللي هو هتلاقيه هنا اهو، هنا اهو كده هتلاقيه، ونكتب مثلا على سبيل المثال الاهلي مثلا ونتك انتر، فتح لنا صور للاهلي اهي، ماشي. نختار مثلا على سبيل المثال الصورة ديت مثلا، ده اللي يريحك انت يعني، اختار دي مثلا اهي، ونعمل لها تحميل على سطح المكتب وسيف. نزلت الصورة معانا خلاص، نزلت اهي. نروح للموقع اللي احنا قلنا عليها نعمل الصورة فيه، نتك هنا الأول، نكتب مثلا 1000 حسب المقاس اللي يريحك برضو انت، بس هو أفضل مقاس للمدونة هو اللي أنا بقولك عليه ده، 1000 بكسل 190 بكسل، اللي هو العرض 190 بكسل والطول 1000 بكسل. ونتك عشان نجيب الصورة من على سطح المكتب اللي هي الكلمة اللي هنا دي، ونعمل هنا كده وهنا، خلاص الصورة نزلت، نتك هنا ثواني والصورة تطلع لنا بالحجم اللي احنا كتبناه هنا اللي هو 1000 ميجا بكسل في عرض 190. الصورة طلعت معانا زي ما انتم شايفين اهو. هنروح ونعمل لها تحميل في اللي هو اول واحده دوت، طريقه التحميل في طريقتين تحميل، اللي هي اول واحده بتكها كليك يمين واول واحده، وفي اللي هي هنا داونلود اهي، يعني مثلا على سبيل المثال هتكها هنا داونلود اهي، نزلت الصوره اهي. كل اللي هتعمله هنا اهو، واو نزلت الصوره معانا، ماشي اهو زي ما انتم شايفين اهي الصوره نزلت اهي. معلش انا حملتها مرتين. وفي الطريقه الثانيه اللي هي كليك يمين واول واحده، تختار المكان اللي انت عاوزه على سطح المكتب مثلا وسيب. نروح للمدونه بتاعتنا بعد ما حملنا الصوره، ماشي، نروح المدونه نجيب تخطيط اللي هي هنا دي، ماشي، ونجيب اسم الموقع نفسه، اسم المدونه نفسها اللي هو هتلاقيه اول واحده، نتك تحرير، ونيجي نعمل هنا اهو من جهاز الكمبيوتر، ونيجي نختار الصورة اللي احنا صغرناها من اللي هي حملناها من جوجل صور وصغرناها في الموقع اللي قلتلكوا عليه اللي هو هنا دوت اهو، اللي هو هنا دوت، ماشي. نروح بقى اهو نتك عليه وهنا كده اهو ثواني وهتنزل معانا الصورة اهو زي ما انتم شايفين اهو الصورة نزلت معانا. كل اللي هنعمله هنعمل حفظ وغير الحفظ اهو زي ما انتم شايفين. كل اللي هنعمله هنعمل عرض المدونة او حفظ الترتيب وعرض المدونة اهو زي ما انتم شايفين اهو. الصورة هتجيلنا هنا كده زي ما انتم شايفين اهو، الصورة نزلت معانا اهي على المدونة التجريبية بتاعتي اهو زي ما كده. يكون شهر اليوم بتاعنا ان شاء الله انتهى ان شاء الله، واتمنى تكونوا بخير، ولا تنسوا زيارتنا على صفحتي على الفيسبوك ايام التكنولوجيا، وان شاء الله هتلاقوا اللي انتوا عاوزينه فيها، وعلى قناتي على اليوتيوب خالد مصر برضه، وان شاء الله هتلاقوا برضه اللي انتوا عاوزينه فيها. والموقع الرسمي اهو زي ما انتم شايفين المصري للمعلومات، ممكن تكتب في جوه الموقع، تكتب في جوه المصري للمعلومات هيجيلك على طول في اول الصفحه، وعلى تويتر خالد مصر برضه، ان شاء الله هتلاقوا اللي انتوا عاوزينه فيها. اتمنى يكون الشرح ربنا عجبكم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واشوفكم خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.